عمرك سالت نفسك ليه البيبي بينزل في الشهر التاسع؟ ليه يعني مش العاشر ولا ال11؟ طب وليه ما يتولدش في 5 شهر كده ويريحنا؟ والحقيقه ان الاجابه عظمه وهتعجبك. تعالى بس اقول لك، لو بصيت على معظم كائنات مملكه الحيوانات هتلاقي الجنين بيتولد قادر يعتمد على نفسه بشكل كبير، سواء في المشي والحركه والاكل والوعي، وده بيشوفه بالمحيط اللي حواليه. يا اما بيتولد وبيبقى في خلال ايام معدوده بيقدر يفهم البيئه اللي حواليه، وعينيه بتفتح وبيحرك رجله، وقادر يعني يحمي نفسه ويدبر لنفسه بعض الغذاء. تيجي بقى عند الانسان هتلاقيه بيتولد حرفيا عاجز عن فعل اي شيء، لا بياكل ولا بيشرب ولا بيتحرك ولا بيشوف حتى، وده بيستمر لشهور وشهور بعد الولاده كمان. طب ليه بقى ما ينزلش زي باقي مملكه الحيوانات؟ على الاقل امان ليه وافضل عشان يعرف يعيش. بص، هو احنا مش هنلحد، الحقيقه انا هقولها لك، والحقيقه ان كل ده بيرجع ان عقلك حتى وانت في الرحم خايف عليك من امك، وعقل امك خايف على نفسه منك، ومستوى الذكاء والفهم والادراك واكتمال الحواس كمان متوقف على مدى تطور عقلك ومخك. وكل ما بيكبر مخك كل ما بتكبر الحاجات دي وبيكتمل نضوج جسمك. لكن الجسم بيتحط في مشكله هنا، وهو ان عمق الرحم اللي بيخرج منها الجنين ليها حد معين من التوسع الطبيعي، مهما حاولت مش هينفع تتوسع عن كده، الا بقى لو كان في تدخل جراحي. فعقل الام نفسه مدرك ان حجم راس الجنين في الشهر التاسع ده ما ينفعش يكبر اكتر من كده عشان يعرف يخرج من جسمها، وده بدون ما يعرض الجسم لمخاطر تؤدي للوفاه. وفي نفس الوقت عقل ومخ الجنين اللي لسه ما اكتملش ده عاوز يفضل قاعد في بطن الام بياكل ويشرب ويتحرك وينضج ويتطور من غير اي مجهود او تعب، او بمعنى اصح هو انا هنزل واقرف نفسي ليه؟ فالموضوع ايه؟ خيش في دماغه وعاجبه قوي، ومش عاوز ينزل غير وهو عنده 25 سنه، لكنه عارف ومدرك انه لو فضل اكتر من كده حجم الجسم وبالاخص الراس اللي هي اكبر حاجه فيه هيبقى اكبر من انها تخرج بسهوله من الرحم، وهيبقى فيه خطوره عليه كجنين وممكن تعرضه للموت. فتلاقيه واخد شنطته كده وبيجهز للولاده ويكمل النضج والتطور ده بره وخلاص. وعشان كده اتحددت مده 9 شهور للحمل، وده عشان البيت قرر انه يحدد الكلام ده مع نفسه. عقلك بقى اللي بيتعامل على انه ولي امرك ده وشايف انه الافضل ليك، لو ما كانش بيهتم لسلامته حرفيا وحاططها قبل اي حاجه كان زمانه خلاك جوه بطن امك حرفيا لحد ما يكمل السوا بتاعه وياخد من كل جسم الام الاخضر واليابس، وعشان تنزل بقى قادر تحمي وتدافع عن نفسك. عشان كده احنا كبشر لحد دلوقتي مع كل التكنولوجيا دي مش قادرين نفهم العقل ده شغال ازاي، وعقلك بيقول لك انا مش هقدر افهمك انا شغال ازاي.